تعالى اقولك على سر واحد هتطلعي منه ب3 نتائج. هنعمله بدون اي روايح وتحدي الكل بيه، واستحاله النقشه تروح منه، واتحداكي لو حد قالك على السر ده. يلا صلي على الرسول. بسم الله. ونجيب كيلو من الدقيق ونحط عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، يعني في قيمه 10 جرام كده من البيكنج باودر اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، ورشه ملح ما بين اطراف صوابعي كده، و70 جرام من السكر الناعم، واخلطهم كده مع بعض، واحط معلقتين كبار من السمسم، وتعالي بقى نحطهم على الصينيه كده علشان نعرف نبسهم كويس. نوع الدقيق ده ايه يا شيماء؟ عايزه اقول لكم العلامه الاولى ده اللي هو بتاع الغله بتاعتنا. هتجيبي دقيق من بره، يبقى تشيلي معلقتين كبار من الدقيق وتحط مكانهم معلقتين 2 من النشا، تمام كده؟ تمام. وعندي هنا 550 جرام من السمنه، سمنه بلدي. ما بنحطش اي روايح خالص على الكحك، ليه؟ علشان السمنه البلدي كفايه لوحدها. بصوا بسم الله ما شاء الله، وبس بقى بصوا بقى، لازم عجينه الكحك تتبس كويس جدا لحد ما تبقى معاكم عامله زي العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا بيكنج باودر، وهنحط دلوقتي برضو خميره، بس هقول لكم هنحطها فين. انا عايزه بس الكحك معايا لحد ما يبقى عامل زي العجينه معايا، فاهمين؟ تنك تبس لحد ما تبقى معاكي عامله زي عجينه الغريبه اهو. بصوا اهي عجينه معايا اهي زي عجينه الغريبه بالظبط. بصوا دي مش عجينه غريبه دي اهي، ولا بتشاق ولا حاجه. طب اعمل ايه؟ اتنى بس فيها لحد ما تبقى معايا عامله زي العجينه زي ما انتم شايفين كده اهي، بقى كلها كتله واحده اهي، عجينه واحده اهي. لو انت عايزه الكحكايه ماسكه نفسها بقى اعمل ايه؟ اخليها 500 جرام من السمنه. لو انت عايزاها دايبه ومظبوطه مظبوطه في التمام يبقى 500. عايزاها دايبه قوي مش هتقدري تشيليها كمان وتحطها مقدار ما تحطها في بوق كده تلاقيها دابت، بس ده هتجزع قوي وهتتعب. يبقى 600 جرام من السمنه. ومادام حطينا سمنه بلدي يبقى ما نحطش اي روايح خالص في قلب الكحك. بسم الله ما شاء الله، بستناها لحد ما بقت معايا عجينه زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بقت عامله زي القريبه اهي يا بنات. طب في الخطوه دي بقى اعمل ايه؟ ركزوا بقى معايا. عندي بقى هجيب الايه اللبن واحطه في قلبه 5 جرام من الخميره. 5 جرام ايوه. قد ايه يا لبن يا شيماء؟ عايزه اقول لكم عارفين المج 200 جرام من اللبن او من الميه على حسب ما انت عايزه. لو هتعملي كميه كبيره يبقى الاحسن تعمليه بميه، هتعملي كميه صغيره يبقى تعمليه بلبن. كل كيلو بياخد معانا 200 جرام من اللبن، وبيرجع برضو على حسب امتصاص العجينه. عايزه اقول لكم العلامه الاولى ما بتاخدش معايا سوائل كتير خالص، تمام؟ حط 5 جرام كده من الخميره. بصوا بقى المها بقى. انا ما بعجنش، انا بلم الكحكه معايا، بلم العجينه معايا بالمواد السائله، سواء لبن سواء ميه، يبقى معجنش. الم بس يا بنات كده. عايزه اقول لكم ريحه السمنه البلدي في الكحك حاجه تانية خالص. اوعي تحط اي روايح، ما دام عملتي بسمنه بلدي يبقى ما تحطيش اي روايح خالص في الكحك. لو انت هتعمليها بسمنه من التانية يبقى تلعبي فيها براحتك، حط ريحه اللوز ريحه الموز زي ما انت عايزه. بصوا العجينه بقى لمت معايا وبقت زي الفل. شفتوا عجينه الكحك عامله معايا ازاي؟ بصوا اعمل ايه بقى؟ اجيب الكحكايه كده علشان اشوفها. بصوا لا شققت معايا ولا اي حاجه. بصوا والعجينه معايا ملبن، العجينه معايا زي الملبن يا بنات. بصوا بسم الله ما شاء الله.
اوريكم تاني. بتك عليها كده وببرمها في ايديا. لو لقيتها فركت معايا يبقى هي لسه محتاجه ايه شويه سوائل. تمام اهو، فركتش ولا حاجه اهي. بصوا الكحكايه عامله ازاي، بصوا لا شققت ولا اي حاجه، شايفين؟ ولا في تشقيق ولا في حاجه خالص من دي يا بنات. بسم الله ما شاء الله، العجينه معايا زي الملبن. اعمل بقى ايه؟ تعالي بقى نحطها في قلب الطبق ونجيب حته من العجينه ونشكلها. بعملها رول كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده بقسطها اعملها مقاس 25 جرام من الكوره. كل كحكايه اعملها كده، يا اما من 25 ل 30 جرام، واقوم مبصماها بالبصامه، يا اما اعملها بالمنقاش بالمناقيش زي ما انت عايزه، يا اما اكور الكور كلها كده بالشكل ده واقوم رصاها في قلب الصاج وبعد كده ببصمها. عايزه اقول لكم الطريقه سهله جدا قوي يا بنات، بس ركزوا في الملحوظه اللي هقول لكم عليها. اسمعوا الفيديو للاخر علشان هقول لكم على شويه ملحوظات هتنجح معاكي الكحك وتخليه 100%. تمام خلاص. انا هشكل بقى كل صاج بالبصامه وصاج بالمنقاش. تمام، هعمل رول بقى كده برضو واقسطها واخلي مقاس الكوره او الكحكايه زي ما انتوا عايزين، 30 25 من 20 براحتكم خالص. وتعالي بقى ننقش الكحكايه بتاعتنا. يعني اعملها ايه؟ اعملها من النص كده وبعد كده ايه من الجنب على شكل 7 والجنب التاني على شكل 8، يديني الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. تمام، في اشكال كتيره قوي، لو مش هتعرفي تمسكيها بايديكي ممكن تحطيها على القطاع بالشكل ده وتشكلي بالمنقاش. خلاص كده تمام. تعالوا بقى نقول لكم على شويه ملحوظات كده علشان تنجح معاكي الكحك. الصاج اللي بخلصه بحطه في قلب الفرن على طول. ليه؟ علشان احنا مش بنسيبه يخمر خالص، لان حاطه فيه بيكنج باودر وحاطه فيه خميره. ركزوا يا بنات في حته زي دي بالله عليكم. تمام كده. يعني الصاج اللي بنخلصه بنحطه في قلب الفرن. طب بيقعد قد ايه في الفرن يا شيماء؟ بيقعد نص ساعه على درجه حراره 200. هيطلع معاكي كحك ولا غلطه فيه يا بنات. بسم الله ما شاء الله، صلتوا على النبي. بصي بقى، لو انت عايزه الكحكايه ناعمه قوي حط لها 600 جرام من السمنه. لو انت عايزاها مظبوطه في القانون يبقى 550 جرام من السمنه زي ما انت شايفه كده، هتطلع معاكي الكحكايه ولا كلمه. طيب لو انت عايزاها ماسكه نفسها وفيها قرمشه شويه شيماء يبقى تخليها 500 جرام من السمنه، يعني نص كيلو. بصوا بقى ملحوظه مهمه جدا، اوعي تسيبي الكحك يخمر معاكي لان احنا حاطين فيه بيكنج باودر وخميره. مش عايزه النقشه اللي انت شايفاها دي تروح خالص، ولازم الصاج يبرد وهو في قلب الكحك. اعملي شيء